تعرف إن في ناس بتدفع آلاف عشان تقعد في أوضة لا فيها سقف ولا حيطان، وفي ناس بتسافر نص الكوكب عشان تنام تحت الأرض في وسط المية. هتقول عليا مجنون صح؟ بس السوق ده بيكسب ملايين. في سويسرا مثلا في فندق اسمه نال ستيرن اوتيل، ما فيهوش لا سقف ولا حيطان ولا أي فاصل بينك وبين السما، بس الناس بتحجز فيه بالشهور، ولو السما مش عاجباك انزل 88 متر تحت الأرض في الصين في فندق انتر كونتيننتال شنغهاي ووندرلاند، أول فندق في العالم مبني تحت الأرض، 18 دور 16 منهم تحت سطح الماء، وبدل ما تشوف شارع او حديقه انت بتشوف حياه بحريه كامله من اوضتك. لسه ما خلصناش على فكره، في امريكا في فندق محفور جوه صخور صحراء يوتا، وفي السويد في فندق معمول بالكامل من التلج اسمه ايس اوتيل، بيتجدد كل سنه وكل غرفه فيه تحفه فنيه. الفكره هنا مش بس في الغرابه، الفكره ان الناس مستعده تدفع اكتر وتسافر اكتر علشان تعيش تجربه غير تقليديه، والمستثمر الشاطر هو اللي بيشوف النوع ده من العقارات مش مجازفه لكن فرصه ذهبيه. هل تعرف ان في فنادق زي ديت موجوده في مصر؟ انا اعرف واحد محفور في الجبل في سيوه اسمه ادرارة ملال، وهنا حابب اسمع رايك، وعايزك تبعت الفيديو ده لصاحبك اللي دايما بيحب يجرب اماكن جديده علشان تسافروا سوا.